السلام عليكم، شراكم الزينات. ان شاء الله لا فيديو ديالنا اليوم تلقاكم بخير وصحه وسعاده ليكم وللناس اللي عزاز على قلبكم بزاف. اليوم ان شاء الله كما راكم تشوفوا جيتكم بوصفه بسيطه، شربات ديال الليمون، هكذا باش تعتمدوها في شهر رمضان الكريم. وصفة هبال البنات، ريحة وطعم ما شاء الله، خير ما تشروها. نعرفوا اللي تباع في السوق هي اكثرها اسيد سيتريك، حنايا اليوم راح نديروها بالليمون. من المكونات عندي 2 حبات ديال القارص، عندي باطه ديال ياغورت تاع ذوق الليمون، تقدروا تعوضوها بذوق الفاني. عندي كاس تاع السكر، وانا راح نزيد لها شويه ديال لاباطاغون ديال الليمون، هكذا باش يعزز لي اللون ديال الشربات وثاني الطعم. ما راحش نستعمل كامل لاسيد سيتريك، هاوليك هذه هي. وتقدروا تستغناو على هذاك لاباطاغوم ديال الليمون ولا عطر الليمون. الحاجه الاولى راح نربي الليمون ولا القارص. ناخذ غير المبشور ديالو، هاوليك غير الجهه الصفراء، نحاول نيفيتي كامل هذيك القشره البيضاء. شوفوا راكم تشوفوا كيفاش راني نبشر فيه، غير ابان غير نحي هذاك الصفر. المهم هاد الشربات البنات راح يخرج لي هاد 2 حبات ديال الليمون، رايحين يخرجوا لي 2 لتر ديال الشربات. ما شاء الله يخرج لي كميه كبيره، ويخرج كيما ديال البيع، وما شاء الله سهل في التحضير ديالو. شوفوا هنايا الحبه تاع القارص كيفاش راني نبشر فيها، هكذا راني نحي غير هذيك القشره الصفراء ونخلي هذاك الابيض. دوك تاني نزيد نخدم الحبه الثانيه هكذا حتى ناخذ كامل هذاك المبشور ديالو. هاد الشربات الصراحه سهل وسريع، واحد ماكسيموم 15 دقيقه تكوني فريتيها. هاي ليك بعد ما درت كامل هذاك المبشور، نحكم هذاك القارص، نبدا نقشره، نحيلو كامل القشره البيضاء البنات. انا نقشرهم مليح، هاد 2 حبات بيان سور نقشرهم مليح ونحي لهم كما راكم تشوفوا هنا القشره البيضاء، ونحل هذاك الحبيبات. تاني هذوك الخيوط الداخل، البيوضه، العظم، كامل نحيه هكذا، باش ما يطلقليش بتطلقليش المروريه داخل هاد الشربات. ها هي هنايا شوفوا. ومن بعد نقطعها، شوفوا هنا لداخل، نحلها نحي لها هذوك الخيوط كما قلت لكم، ونشوف العظم. هاد الحبه هاد الصغيره ما صراحه ما فيهاش العظم، لقيت فيها غير حبيبه واحده تاع او عظمه واحده، ونقطعها هكذا قطع صغيره. الحبه الثانيه كما شفتوا ما شاء الله راهي كبيره، هذيك صح كانت معمره عظم هاد القارص ديال الجنان. هاي ليك شوفوا انا نقطعها هكذا قطع صغيره باش كي نرحيها نرحيها فاسيلمون. هاي ليك نزيد الحبه الثانيه، كما قلت لكم الحبه الثانيه لقيت فيها بزاف العظم على حساب الليمون ديالكم. هاي ليك هنا بعد ما قشرت هذوك 2 حبات ديال القارص، رايحه نضيف عليهم السكر. درت هنا كوب سكر. هذه هي البنات، تقدروا الناس اللي تحب الحلاوه بزاف تقدروا تزيدوا، تقدروا تنقصوا شويه. تعرفوا القارص راه حامض بزاف. المهم انا جاني كاس واحد، جاني جوست في الحلاوه. وهنا راح نزيد هذيك العلبه ديال الياغورت. انا الياغورت درت ديال الليمون، وانتم الا كان عندكم ديال الفاني تقدروا ديروا ديال الفاني. المهم حتى الفاني يمشي مع هاد الشربات. انا كما شفتوا درت المكونات: المبشور ديال الليمون، هذاك الليمون اللي قشرته نحيت له كامل هذوك الخيوط والعظم وقطعته، علبه ديال الياغورت، والكاس ديال السكر. الماء هنايا راح ياخذ لي لتر ونص ديال الماء. انا هنايا درت تقريبا واحد نص لتر في الاول هكذا باش نرحيه، وبعد ما يترحى راح نضيف له الكميه الثانيه ديال الماء. كما قلت لكم راح ياخذ لي لتر ونص ديال الماء مع كامل المكونات، السكر الليمون وكل شيء، راح تخرج لي كميه ديال 2 لتر ديال العصير. هنايا راني نميكسي فيه بالبغا ميكسور، نتوما ترحيوه باش باش حبيتو. انا المهم راح نصفيه في الاخير. هاي ليك شوفوا نرحيه مليح، راح تم يترحى، وهذاك السكر تاني يذوب. كما شفتوا هذاك القارص قطعته صغير. هاي ليك بعد
بعد ما رحيته راح نضيف كميه المتبقيه ديال الماء. البنات راح نخلي لكم كامل المقادير مكتوبين ان شاء الله في صندوق الوصف. هاي ليك الماء البنات كان بارد، يعني كنت مبرداته من قبل، باسكو علاش درتو ديرنيير مينوت، وتقدروا يعني تجهزوه نتوما من قبل وتخليوه يبرد. ضفت هنايا ملعقه صغيره تقريبا ولا اقل من ملعقه صغيره ديال عطر الليمون. هنا اختياري البنات، انا برك باش يعزز لي اللون والطعم، نعرفوا يعني الطعم تاعو بنين. هذا عطر الليمون لا تقدروا يعني تستغناو عليه الا ما كانش متوفر عادي، يعني غير هذاك المبشور ديال الليمون والليمون يكفي. هاي ليك شوفوا يعني ضربه خفيفه برك وسيبون، يعني نصفي هذاك العصير. تقدروا تخليوه، انا صراحه صفيته ديريكتومون، نتوما تقدروا تخليوه هكذا حتى الدقيقه الاخرانيه تصفيوه. ليك انا صراحه يحبوه يعني نات يحبوه مصفي. هاي ليك وما خرجليش يعني بزاف كي رحيته بالبغا ميكسور ما خرجليش بزاف هذيك لا بولب، راح تشوفوها في الاخر. هاوليك هنا راني نصفي فيه. قلت لكم تقدروا تخليوه البنات، تخليوه يعني توجدوه يعني صباح وتخليوه حتى العشيه تصفيوه. انا صراحه درتو مباشره صفيته. هاي ليك شوفوا شحال خرجت لي، باسكو بالبغا ميكسور يترحى مليح. انا عاودت بدلت الغيسيبيون باسكو الاخر ما جانيش، قلت لكم يعني خرجت لي 2 لتر سوا 2 لتر. هاي ليك ما شاء الله عصير هايل البنات، غير جربوه وان شاء الله راح تعتمدوه في شهر رمضان باذن الله تعالى. وفي الاخير البنات تقدروا ديروا له فانيليا ولا المازهر. انا درت له المازهر واحد الملعقه صغيره برك ديال المازهر، انا اصلا من عشاق المازهر، وتعرفوا يعني الشربات يتمشى معاه الفانيليا والمازهر. هذه هي البنات، نتوما الاختيار ليكم. قلت لكم انا درت ملعقه صغيره ديال المزهر. هذا هو العصير ديالي ما شاء الله خرج روعه، يبرد على القلب البنات. غير سجلوا هذه الوصفه واعتمدوها ان شاء الله في شهر رمضان باذن الله تعالى، ان شاء الله نكونوا ملحيين. والان حبيباتي وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى الفيديو ديال اليوم كان نال الاعجاب ديالكم. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.